انا مش عايزه اكون زي الراجل. مين ملزم مين مش ملزم؟ ضد فطرتي. السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست لاتيه على الريحه مع ساره معتز، كل يوم جمعه الصبح. هو في حد غيري حاسس ان الجو كده في حاجه غريبه؟ تحسوا ان الماسكلين انرجي زادت عند البنات والفيمينين انرجي زادت عند الولاد؟ مين لعب في السيستم؟ الراجل بقى مش ملزم، والست بقت الست الفيمينين الرقيقة الجميلة بقت عيبة وضعف، والراجل المسؤول اللي بيعول أسرة، اللي عنده القوامة ويصرف ياخد القرارات يمشي المركب، بقى مش ملزم ومش مضطر. طب نجيب حد تالت طب يساعدنا، ولا نجيب ناس تدير هذا المجتمع الغريب؟ كل شيء لما بيحيد عن الطبيعي بيبقى غريب، وكل شيء مادام بعد عن الدين أكيد هيحصل خلل في المنظومة. دلوقتي لما الراجل يبقى يستنى البنت هي اللي تبادر، الراجل بقى يخلي البنت هي اللي تشيل حاجة، مراته هي اللي تشيل ومراته هي اللي تعمل وتعمل حاجات هي المفروض ما تعملهاش. بطل فيه نخوة، بطل فيه جدعنة، إلا من رحم ربي طبعا، ولكن ظاهرة بقت منتشرة. البنات الأغلب بقى بيتظاهر بالقوة وإنه قد إيه هي جامدة، إن هي مش محتاجة الراجل وأنا مش مضطرة أحتاج لحد. حلو الاكتفاء، كان زي ما قلت لكم هنرجع للجملة اللي قبل دي، كل شيء لما بيزيد عن الحد بينقلب ضد الحاجة. ليه أنا كبنت أحط على نفسي حمل إنه أنا قوية، أنا أعرف أعمل كل حاجة لوحدي، أنا أصلح العربية، أنا أصلح مش عارفة، أنا أشيل كذا، أنا لا، ده بيقلل الفيمينين انرجي بتاعتك وبيعلي الماسكلين انرجي. وانت يا حبيبي انت كمان لما تبقى مش مضطر ومش ملزم، مش ملزم تصرف، ومش ملزم تعول أسرة، ومش ملزم انك تبادر، ومش ملزم انك تهتم، ومش ملزم انك تفكر، ومش ملزم انك تشغل مخك، وعايز واحدة تيجي هي اللي تمشي لك حياتك وتصرف عليك وتحبك وتهتم بيك وتدلعك. انت هتعمل ايه؟ تروح تشرب كوفي في الشغل وترجع؟ ولا حتى بلاش شغل. وانتي كمان الاكتفاء بالذات حلو، ان انتي يكون ليكي طموح وحلم، يعني انتوا بتكلموني انا، ان يبقى لينا طموح وحلم وانك تشتغلي وتثبتي نفسك وتشتغلي في الحاجة اللي بتحبيها وانك طموحة ليها حاجة، وانك تلغي دور الراجل من حياتك حاجة تانية. ما ينفعش نخلي قناعات من بره ومن ناس غير مؤهلة تخليكوا تحيدوا عن الطبيعي. فطرتنا بتبوظ كده كده، بيبقى في كارثة. يعني ليه بقى ايه تحس ان احنا كبنات اقوى من الولاد نفسيا وفكريا وعاطفيا وكل حاجة، واجرأ واجدع على عكس الولاد؟ ده غلط، ده مش صح. ما هو انت لما تلاقي ان ده حصل يبقى ده حصل نسبة وتناسب. اللي خلى البنات تبقى كده ان الولاد بقت كده، واللي خلى الولاد تبقى كده ان في بنات كانت حابة تسيطر وحابة هي اللي تبقى الكلمة الأولى والأخيرة ليها، وهي اللي تفكر وهي اللي تخطط وهي اللي ترتب وهي اللي تصرف معاه وهي اللي تبادر وهي اللي كل حاجة هي. ده غلط، خلى الرجالة اتكالية وبقيتي انتي شقيانة وتعبانة. مش مفروض تكوني شقيانة وتعبانة. يعني معرفش، بس المجتمع بقى فيه خلل. يعني الواحد لما بقى بيبص بجد على الرجالة زمان كان شكله راجل كده، كان يقولك ايه يعني ايه ست تصرف عليا، يعني ايه مش عارف ايه، وكان يروح يبادر، سواء انه يتقدم لواحدة، سواء انه يساعد حد في الشارع.
سواء بقى بنت او ولد. دلوقتي حتى الرجاله ما بتساعدش بعض في الشارع، يعني لو لقوا حد ماليش دعوه، انا مالي عشان بدلتي ما تتبهدلش وبنطلوني ما يتبهدلش. على فكره الحاجات دي انا شايفاها بعيني في المجتمع اللي حواليا، مش طالعه بأفور يعني. غلط يا بنات، والله غلط. انا لا اؤمن، على فكره الناس تقولك عايزين مساواه وعايزين اللي هم يعملوه هنعمله، ده غلط، ده مش صح. الفيمينيزم لما بدأت، عارفين بدأت ليه؟ انتوا قولوا لي ليه. عشان المرأة ما كانتش تتعلم، ما كانتش بتخرج من البيت، ما كانش ليها صوت، ما كانش ليها اي حاجة، هي حتى في البيت ملهاش لازمة، ما كانتش بتتعالج، ما كانتش ليها اي حق في المجتمع وقتها، مش الاسلام، المجتمعات حتى في الغرب. عشان كده طلعت الفيمينيزم او الحركة النسوية. ولكن مع التطور الاجيال الجميلة بقت خلت الفيمينيزم ان هي زيك زيه. لا، انا مش عايزة اكون زي الراجل. ليه اكون زي الراجل؟ دي حاجة ضد فطرتي وضد طبيعتي اللي ربنا خلقني بيها. دي حاجة ما تفرحكوش لما تبقوا عايزين ان انتوا تبقوا زيكوا زيه. دي حاجة ما تفرحش، دي حاجة مرهقة، دي حاجة ضد طبيعتك، دي حاجة هتخليه هو اتكالي عليكي، وانت اللي هتبقي عندك القوامة يا أنسة. مش طبيعي يعني. خدي حقوقك وهو ياخد حقوقه، وانت عارفة واجباتك وهو عارف واجباته، وكل واحد بيبقى عنده أولويات، ودي قناعات شخصية. يعني في ناس تقولك انه لا، ما دام هي بتشتغل يبقى هي مستحيل تربي أسرة، ومستحيل تعمل ايه، وهتهمل عيالها. مش شرط، مش شرط عشان اكون انسانة ناجحة اجي على بيتي. كل واحد اولوياته، الاولويات بتترتب. الاساس، حاسة ان انا بقيت بتكلم في حاجات قدام قوي، ولكن بجد هو موضوع مهم. فالاساس المهم انه البيت يكون تمام، الاطفال يكونوا تمام، واشتغلي براحتك مادام انت حابه وعايزه. مش هتشتغلي عشان كونسبت انه انا اكون بشتغل وانا سترونج اندبندنت وومن. لا، مش حلو انك تبقي سترونج اندبندنت. بي اندبندنت يا جماعه. بصوا هي بجد شبه بعض قوي. كوني مكتفيه، كوني ليكي شغلك، كوني ليكي فلوسك الخاصه من وانت عادي في بيت اهلك، حققي حلمك. ولكن عشان انت عايزه تحققي حلمك، مش عشان المجتمع مخلي صوره البنت اللي بتحقق حلمها واللي عندها احلام هي الكوين، واللي مش عايزة وعايزة تربي الولاد وتقعد في البيت هي الوحشة. لا، الحياة اختيارات، ولكن بالانس. مش عشان تشتغلي وتحققي طموحك وحلمك تخلي الراجل اللي هيدخل حياتك الفيمينين انرجي عندك تعلى، وانت تبقي الماسكلين انرجي عندك عالية جدا، فبالتالي هو اللي بيعتمد عليكي. لا، احنا اللي بنعتمد على الرجالة، مش هما اللي بيعتمدوا علينا. ده ضد الفطرة وضد الطبيعة وضد الدين وضد الإنسان أصلا. ما ينفعش تبقي سوبر وومن، ما ينفعش. الرجالة حصل لها خلل بجد. هو حصل ايه؟ انت ليه ما كلمتنيش؟ ليه ما ما قلتليش؟ انت ليه ما اهتمتيش بيا؟ ازاي ما اشتريتيليش؟ مش هتجيبيه؟ ايه ده، ايه ده، ايه ده؟ لا، انت راجل حبيبي، مش طبيعي الموضوع. انت راجل مش بنت. ما يطلعش الكلام ده، عيب عيب. وبيتكلموا فيه. لا، في ناس تطلع في فيديوهات تقول لك ليه ما تدفعش معاه؟ ليه هي ما تجيبليش وتشتري لي؟ ليه ما تعزمنيش؟ ليه ما تدفعش مش عارف ايه؟ ليه لما اخرج خطيبتي ولا اخرج مراتي ليه انا ادفع لها؟ مش هي بتشتغل؟ فلوسها ليها، وده دين. فلوس الست ليها مش ليك. ده بقى على الفلوس، ما بالكوا بقى يعني اللي هو ليه انت ما بدأتيش تكلميني؟ ليه ما جبتليش؟ ليه ما كلمتنيش؟ ليه ما اطمنتيش عليا؟ هما كده بقوا. الا من رحم ربي، ما اعرفش فين الا من رحم ربي، بس اكيد في ناس لسه كويسه على الفطره يعني. فبليز جيرلز، نحقق احلامنا. انا بعمل لكم البودكاست ده عشان
انا ده طموحي وحلمي وبشتغل، ولكن انا عارفة اولوياتي. بعدين هيحصل ري ارينج لما تتغير طبيعة الحياة. لكن طول ما انا مع نفسي هفضل احقق وابقى مكتفية بذاتي. بس مش معنى اكتفائك بذاتك الاستغناء عن الطرف الاخر، لان هي الطبيعة والفطرة كده. واستغنائك عنه ده هيجي يوم انت تتجوزي هيحس انك يعني مش عارفة اخوة. ده غلط. خليهم بيخليهم كيوت، كيوت بويز. مش عايزين كيوت بويز، عايزين عادي رجالة طبيعية. يا اما بقى حاجة تانية خالص، يبقى كيوت واشتغلي واعملي كده بس زي زيك. يا اما يبقى بوي برضو مش مان، يقولك لا ما تعمليش ولا ما يبقاش ما تشتغليش وما يبقاش عندك حلم، ما يبقاش عندك طموح. يعني ايه تبقي ليكي شغلك، ويعني ايه يبقى ليكي فلوس، يعني ايه يبقى ليكي اصلا طموح وحلم، ويعني ايه اصلا تحققي حاجة وتبقي حد ذو شأن في اللي انت حباه. ده بقى بيبقى فيه غيري مني ولا يبقى فيه غيرة، يبقى فيه خوف ان انت تبقي انجح منه. وفي غيرة لأجل الغيرة، اللي هو لا، هو التفكير اللي هو لا الست المفروض مكانها البيت. يعني مش هاخد الموضوع في الناحية دي، ولكن كل اللي بقوله انه انتوا كرجالة واحنا كبنات كل واحد لازم يبقى عارف دوره كويس قوي. ركز، يعني كل حد يركز مع الطاقة اللي عنده. احنا المفروض نبقى احنا اللي بنعتمد، بنتكل عليهم. اعمل لي، جيب لي، هات لي، مش عارف ايه. احنا المفروض نبقى peaceful mind، هما الهارد workers. فاهمين قصدي؟ اتمنى تكونوا فاهمين. هو بالانس يعني صعب، وهي priorities. هيجي حد دلوقتي يقول لي انا متاكده اذا ما كتبهاش في الكومنت هيقولها في سره. هو ايه التناقض ده؟ يعني انت بتقولي خلي عندك feminine energy ولازم، واصل البرايورتيز واصل الدين مش عارف ايه، وانت بتقولي اشتغل وحققي طموحك اه عادي على فكره، عادي. ناس كتير قوي طموحين ومحققين احلامهم ومتجوزين ومخلفين واسره سويه جميله جدا، عادي جدا. وفي امثله تانية، الست عادي رمت ولادها عشان خاطر شغلها. وفي راجل ساب شغله وقال لها اشتغلي انت تصرفي علينا فالفيمينين انرجي بقت عنده هو هاي 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 فيمينين انرجي. فيعني الحاجات دي بتبقى قناعات شخصيه، ثوتس. انت بقى انت وانت واختيارك، يعني براحتك. كل حد يرتب اولوياته زي ما هو عايز. انا مش عامله بودكاست ده عشان اقول لكم تعملوا ايه في حياتكم، لكن بقول لكم كل حاجه بالبالانس. كل حاجه لما نمشي بفطرتنا حلوه. خلونا يا جماعه نعمل كامبين، نعمل رن ان احنا نرجع الانرجيز والهرمونز في طبيعتها. الرجاله يفضل عندها الطاقه الذكوريه عاليه، والبنات تبقى عندها الطاقه الانثويه عاليه. لكن العك اللي حصل ده خلى الرجاله بتخاف تتجوز وتتقدم وتخاف تعمل مش عارف ايه، والست تبقى مش عارفه. يا جماعه والله في حاجه غلط، صدقوني في حاجه غلط في المجتمع ده. وانا مش، انا كساره مش قادره اتقبل الوضع ومش قادره اتعايش. لا، مش طبيعي. يعني بطل فيه بالانس، يا اما كل حاجه بقت اكستريم. هو حد لعب في السيستم، انا متاكده. تدريب الحلقه دي، اول حاجه انت وانتي حاولوا كده قبل ما تعملوا كل حاجه تفكروا هل دي تبع الفطره ولا ضد، ولا يعني تخيلوا نفسكم لو حد شايفكم وانتوا بتعملوا الفعل اللي انتوا بتعملوه ده هيشوفكم ازاي. يعني انت لما تقول ايه ده ليه ما عملتليش مش عارف ايه، تحس نفسك ايه كيوت، صح؟ وانتي لما تقولي لا انا قادره اعمل واسوي وانا اكبر واحده واقوى واحده في الدنيا، تحسي نفسك ايه بشنب، صح؟ الا لو كنتي مضطره، ساعتها احنا بنكون سوبر وومن. تاني حاجه، يعني حاولوا انت وانتي ما تدوش فرصه للشخص اللي معاكوا لشريك الحياه
انه غصب عنه اوتوماتيكلي سبب فعلكم هو انت يعني مثلا انت سبب ان انت دايما واخده الليد وبتعملي كل حاجه، هو غصب عنه الفيمينين انرجي عنده هتعلى عشان هو شايف انك خلاص مقضيه الموضوع تمام. وانت هتحس ان اللي معاك بقت زيها زي صاحبك لما انت تبقى سايب كل حاجه عليها. بيهيف جماعه بيهيف. خلونا نرجع لايام العصر الحجري الجميل قبل اي حاجه. بس كده حلقة النهاردة خلصت. أشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست لا تعلى الريحة مع سارة معتز كل يوم جمعة الصبح.